ضعف أساسياتك. أهلا بيكم في ملخص الحلقة 10 و11 من المداح. وقفنا الحلقة اللي فاتت لحد ما بدأ صابر المداح يشوف حاجات في عقله. شاف داوود وهو واقف في أوضة باباه درغام اللي كان مانع درغام إن أي حد يدخلها، وده لأنها مليانة بالأرواح الشريرة وكتب السحر. وساعتها حس إن في خطر بيهدد داوود ومشي بسرعة عشان يلحقه، وفعلا سافر اسكندرية علشان يلحقه. بس للأسف لما وصل بيت درغام ملقاش حد موجود، ولما نزل شاف مامة داوود وبتقوله إنها مش لاقياه. وساعتها المداح شاف داوود مرة تانية، بس المرة دي شافه هو ماشي ناحية البحر وغرق. فجري صابر بسرعة ناحية البحر ومعاه مرات درغام، وفعلا لقوا جزمة داوود هناك، وعرفوا إنه للأسف غرق في البحر، بس ما كانوش لاقيين جثته. وبدأت أمه تنهار وتبكي وتقوله أنا عاوزة ابني يا شيخ صابر. ولما الناس شافوه قالوله إن هو سبب كل الكوارث اللي بتحصل في البلد، وإنه كان سبب في موت درغام، ودلوقتي هو السبب في موت ابنه، وطردوه بره البلد. المشهد اللي بعده بنشوف حسن وهو قاعد مع زين في مكتبه، وبيقوله إنه عاوزه في حاجة مهمة، والحاجة دي إنه لقى مقبرة مليانة خير كتير قوي، وعاوزه يشاركوا فيها ويفتحوها مع بعض، ويتقسم الخير اللي فيها عليهم هما الاتنين. وساعتها زين وافق وقاله لو الموضوع طلع بجد هيخليه يشوف ابنه تاني، واتفقوا على كده. وبعدها حسن سابه ومشي. بعد كده بنشوف الدكتور سميح رايح لأم داوود على البحر وهي منهارة من العياط على ابنها، وبيقول لها ده قضاء ربنا ولازم تقبلي. فبتقوله إنها عاوزة بس تشوفه لآخر مرة وتدفنه. وبنظرة خبث من الدكتور سميح بيقول لها روحي ناحية البحر واندهيله. وفعلا بتعمل كده، فبيستخدم سحره وبيظهره على وش البحر، والناس بتهتف باسمه وبتقوله بركاتك يا دكتور سميح. وبتروح أم داوود تشكره بسرعة وتقوله أنا خدمتك وتحت أمرك في أي حاجة تطلبها. وأكيد سميح كان عايز يوصل لده، وأكيد هيحتاج لها بعدين. حسن بقى راح هو وزين على مكان المقبرة، ودخلوا وقفلوا الباب. ودخل زين لقى حفرة كبيرة بس مش باين إيه اللي فيها. فبيقوله حسن بص كويس وانت تشوف الخير اللي جواها. وأول ما يقرب زين بيزقه حسن جوه الحفرة وبيقفل عليه علشان يخلص منه. بعد اللي حصل لداوود صابر قرر انه لازم يخلص من موت في اسرع وقت، وفعلا راح لعم خضر وقال له لازم نروح لعزيزية. وراحوا فعلا، وكانت دي اول مواجهة بين صابر وموت. موت حاول يدي لصابر فرصة انه ينضم ليهم مرة تانية، بس صابر رفض. وساعتها موت عمل حاجة فظيعة جدا، ولع النار في عزيزية وربط صابر في الارض علشان ما يلحقهاش، وقال له ان ده كمان ذنب هيتضاف لميزان سيئاته. ساعتها خضر مسك صابر وحاول يخرجه قبل ما يضعف ويستسلم لموت. بعدها صابر رجع البيت فلقى رحاب بتقوله ان امه مش كويسة وبتشوف احلام غريبة. فبيدخل صابر لامه ويطمن عليها وبيقول لها شفتي ايه احكيلي. بتقوله انها حلمت بصوت بنت عيشة خارج من مكتبه، ولما دخلت تشوفها لقت عيشة قدامها وبتقول لها انا بنتي ماتت بلا مبالاة، وبعد كده حلمت بيك يا صابر وانت ماشي مع واحد شكله وحش قوي شبه الشيطان وانت ما تعرفش. فصابر بيبصلها ويقول لها اطمني ان شاء الله خير. بعد ما بيخرج صابر من أوضة أمه بيدخل خلوته وبيقعد يقرأ قرآن، وبعدها بيظهر له جوز عيشة اللي مات وبيقول له إنه ماشي غلط، وإنه كان يقدر يلحق داوود بس مشيه في السكة الغلط هو اللي وصله لكده. فبيسأله صابر وإيه اللي المفروض أعمله؟ فبيقول له خليك مع إحسان وساعده واوعى تسيبه. في المشهد اللي بعده بيروح صابر لسامح جوز أخته هبة، وبيكتشف إن هبة اختفت وسامح مبلغوش قبل كده. فبيتعصب جدا وبيقوله ازاي ما تبلغنيش بحاجة زي كده. فبيقوله سامح انه كان شاكك ان صابر هو اللي خدها وخباها. وفي المشهد اللي بعده بنشوف الدكتور سميح في بيته، وبيظهر له حد ما كانش حد يتوقعه. بيظهر له جوز عيشة اللي كان المفروض انه بيساعد صابر، بس طلع هو كمان بيخدعه وكان من خدام سميح. وبنشوف سميح بيقوله محدش يقدر يملى مكانك، وبيرد عليه هو وبيقوله في خدمتك. منال طبعا لما حاولت انها تكلم زين كتير وهو مردش راحت بسرعة لرحاب وسألتها عن حسن، وقالت لها انها شاكة ان حسن اذى زين. في المشهد اللي بعد كده بنشوف صابر هو وسامح في القسم عند إحسان، وصابر بيطلب من سامح انه يساعده علشان ينقذوا إحسان، واتفق مع سامح انه يوديه على المستشفى علشان يكشفوا على عقله.
وفعلا النيابة بتسمح بده وبينقلوه على مستشفى الأمراض النفسية. وهناك بيوصي سامح دكتور زميله عن الحالة وبيروح لصابر ويقوله أنا والدكتور ده متصدرين في الموضوع، يعني لو حصل أي حاجة هنتأذي. فبيرد صابر وبيقوله يجي إحسان بس وإن شاء الله خير ومفيش حاجة وحشة هتحصل. ولما بيوصل إحسان بيدخل على الممرضة علشان يبلغها باسمه، والظاهر كده إنه بيسحرها. وبعدين بيدخل أوضة الكشف، وبعد كده بنشوف صابر وسامح وهم ماشيين، وصابر بيقول لسامح اتأكدت إنه ما عملش حاجة وإنه مش في وعيه. فبيقول له سامح إنه مش مريض نفسي وعقله يوزن بلد. فبيقول له صابر إن حالته زي حالة هبة وإنه ممسوس. فبيرد سامح وبيقول له إنه كان عارف هبة وعارف يسيطر عليها علشان كده ساعدها. فبيقول له صابر وأنا عاوز أساعد إحسان، وطول ما هو هنا مش هقدر أساعده. وهما بيتكلموا لقوا الممرضة اللي سحرها إحسان أو موت في الحقيقة انتحرت ورمت نفسها من الشباك. وفي حالة الهرج والمرج اللي حصلت بسبب انتحارها دخل جوز عيشة اللي عرفنا إنه واحد من خدام سميح علشان يهرب موت من المستشفى. بعد كده بنشوف سامح والمداح وهم واقفين مع بعض في الشارع، وصابر بيقول لسامح إنه لازم يدخل حالا علشان يهرب إحسان، وإن اللي حصل ده كله معناه إن في ناس بتساعده علشان ينقذوا إحسان. وهما بيتكلموا بيلاقي صابر نفسه بيتصدم صدمة تانية، وده لما شاف الدكتور سميح واقف وبيجيله إحسان وبيبصله وكأنهم بيقولوله علمنا عليك المرة دي كمان، وبعدين بيختفوا مع بعض. وساعتها بيفهم صابر إن إحسان هو موت. والمشهد اللي بعد كده بنشوف فيه شياطين الإنس بيستخدموا السوشيال ميديا علشان يأذوا صابر المداح، وده لما بنشوف كاسيا واقفة مع واحد من بتوع التيك توك وبتقوله يعمل خبر عن هروب سفاح وانتحار ممرضة في وجود صابر المداح، وده طبعا علشان يقلبوا السوشيال ميديا والناس على صابر بشكل أكبر يخدم مخططاتهم. وبعد كده بنشوف في المشهد اللي بعده صابر ومعاه خضر واقفين مع صديق صابر بتاع الآثار وزميلته، وهي بتقوله إنها بعتت صورة البردية للدكتور بتاعها وقال لها كلام مهم قوي. وبعدين بتدي صابر الموبايل علشان يقرأ ترجمة البردية، وبيقول إن الترجمة بتقول ستستمر الحرب وينتشر الموت حتى يجد الحفيد ورث الجد. فبيسأله خضر فهمت إيه يا صابر؟ فبيقوله فهمت إن أنا مش لوحدي ولا عمري هكون لوحدي. وفي المشهد اللي بعده بنشوف سامح قاعد مع سميح وبيقوله أنا عملت كل اللي طلبته مني وساعدت صابر يهرب إحسان، ودلوقتي أنا عايز هبة مراتي. فبينده سميح على هبة، وساعتها سامح بيستغرب من وجودها وبيقول لها أنت كويسة؟ فبمنتهى البرود بترد عليه وتقوله أنت شايف إيه؟ وواضح جدا إنها هي كمان اتسحرت وبقت طوع لسميح. وبيقول لهم سميح يلا روحوا دلوقتي، وبيأكد عليهم إنهم لازم يسمعوا كلامه في أي حاجة يقولها لهم بعد كده. والمشهد اللي بعده بنشوف صابر وهو في عربيته وبيجيله هاتف بيخليه يشوف حاجات تانية ممكن تساعده. المرة دي صابر شاف مقام في واحد سيوة اسمه مقام سيدي جعفر، بس ما فهمش ده معناه ايه، فراح لصديقه المسيحي علشان يساعده. وفعلا صديقه أكد اللي شافه صابر إن البردية بتوصف مكان في واحد سيوة والمكان ده مقام سيدي جعفر. ولما سأله عرفت ازاي، قالوا من الأرقام المكتوبة في البردية 331 ده التاريخ اللي جه فيه الإسكندر الأكبر على مصر. فسألوا صابر يعني ممكن نلاقي الورث اللي بتقول عليه البردية هناك؟ فقال له لازم تروح بنفسك علشان تعرف. في المشهد اللي بعده بنشوف صابر بيروح لسميح في بيته، وأول ما سميح بيشوفه بيقول له بسخرية أهلا بيك يا شيخ صابر، طبعا انت جاي علشان تعرف أنا ناوي على إيه. فبيقول له صابر إنه عارف، وساعتها سميح بيكدبه وبيقول له لو كنت عارف فعلا ما كنتش هتيجي. فبيسأله صابر انت ليه هنا وفي وسطنا؟ فبيرد سميح وبيقول له علشان ده مكاننا ودي أرضنا. فبيقول له صابر إن دي مش أرضهم ولا عمرها هتكون، واوعى تفتكر إنك بالأذى اللي بتأذيه للناس هتقدر توصل للي انت عاوزه. فبيقول له إن الناس كلها شاهدة وبتقول إن الأذى كله منك انت. وفي مشهد رائع جدا بين النجم حمادة هلال والنجم فتحي عبد الوهاب بيعتبر ماستر سين بيلخصوا مع بعض أحداث كتير بتحصل دلوقتي. وبيختم صابر كلامه بإنه بيقول لسميح انت بتتكلم عنها وبتقول أرضكم، ورب الكعبة يا سميح ما هتطلوها، ورب الكعبة ما هتطلوها. بعد كده بيرجع صابر على بيته وبيجهز شنطته علشان يروح واحد سيوة علشان يبدأ رحلته. فبتخرج وراه رحاب وبتقوله إنها هتروح معاه ولا يمكن تسيبه أبدا، وفعلا بتسافر معاه سيوة. ولما بيوصلوا الفندق
صابر بيسيب رحاب هناك وبينزل وبيروح على مقام سيدي جعفر اللي شافه في رؤيته واللي موجود برضه جوه البردية. ولما بيوصل المقام بيدخل جوه المقام، فبيظهر له روح طيبة وهي نفس الروح اللي ظهرت له بعد ما انتصر على صخر. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتابع القناة علشان تعرف ايه اللي حصل للمداح. وكمان اوعدك انك هتلاقي فيديوهات كتير حلوة جوه القناة، اتمنى انها تعجبكم كلها.